قبل ما تبدأ الفيديو خليني أسألك سؤال واحد بس، وانت متأكد انك فاهم اليوتيوب صح؟ مش بتكلم عن المشاهدة واللايك والاشتراك، لا، بتكلم عن الحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس، حاجات غريبة ومواقف، حاجات حصلت من زمان ومأثرة لحد دلوقتي. في الفيديو ده هقولك 5 معلومات غريبة عن اليوتيوب، معلومات ممكن تغير نظرتك للتطبيق كله. في معلومات منهم أول مرة تسمعها، في معلومات هتخليك تقول هو ازاي ده حقيقي. لو بتحب النوع ده من الفيديوهات اعمل اشتراك ولايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول فيديو عن اليوتيوب كان بسيط جدا. اول فيديو اترفع على اليوتيوب كان اسمه مي ان ذا زو، انا في حديقة الحيوان، و12 سنة 2005. كان مجرد شاب واقف قدام قفص بتاع فيل بيتكلم كلام طبيعي جدا، والفيديو كان اقل من 20 ثانية. والفيديو ده حقق مشاهدات كتيرة جدا لحد يومنا ده، وبرضه لسه بيجيب مشاهدات. حتى القناة اللي نزل عليها الفيديو ده فيها حوالي 5 أو 6 مليون مشترك من الفيديو ده بس. وده بيثبت ان البداية عمرها ما كانت في الامكانيات، بس في الاستمرارية والحلم. وده بيودينا لنقطة تانية، انك يا عزيزي المشاهد لو عايز تقدم محتوى امسك تليفونك وابدأ تصوير، امسك تليفونك كده وابدأ تصوير على طول. 2، اليوتيوب ما كانش معمول للفيديوهات اصلا. الغريب ان اليوتيوب ما كانش معمول للفيديوهات اللي احنا بنشوفها وبننزلها دلوقتي، كان معمول في الاساس موقع تعارف، بس مش من المواقع اللي انت فاهمها دي، موقع تعارف محترم. هو الناس بتنزل نفسها وهي بتعرف نفسها وكده، بس الناس بدأت تنزل فيديوهات تانية، تحديات وافكار تانية. واليوتيوب الناس اللي في اليوتيوب يعني شافوا ان الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات كبيرة قوي، فقالوا نكمل في المحتوى ده. اليوتيوب تقدر تربح منه من غير ما تنزل فيديوهات. الناس فاكرة ان اليوتيوب لازم يكون ليه قناة وشهرة كبيرة، لكن لا، لكن في قنوات تكسب ملايين وهي منزلة فيديوهات من 20 سنة، زي الراجل اللي هو انا في حديقة الحيوان ده. الفيديو لسه بيجيب مشاهدات لحد دلوقتي، واكيد انت شفته، لا مش عارف جايب كام مشاهدة بس كتير قوي يعني، لسه بيجيب مشاهدات لحد دلوقتي اصلا. 4، في فيديوهات على اليوتيوب مدتها سنين وايام وحاجات كتيرة قوي، زي بس مباشر مسجل او فيديو طويل جدا. واصلا اليوتيوب ما بيمنحكش انك ترفع فيديو اكتر من 12 ساعة، بس هو في فيديوهات اكتر من كده بكتير. ده لسبب انه في يعني اثناء ما هو بيرفع الفيديو في خطأ حصل في خوارزميات اليوتيوب فخلاه ينزل. 5، اليوتيوب بيغير القواعد باستمرار. من اكتر الحاجات الغريبة ان الخوارزميات بتتغير بسرعة، يعني بينزلوا حاجات قرارات يعني بسرعة. ففيديو كان بينجح زمان مش بينجح دلوقتي، وفيديوهات كانت بتفشل زمان بتنجح دلوقتي. وعشان كده الناس بتستغرب ليه القنوات الكبيرة بتقع فجأة والقنوات الصغيرة زي حالتي كده ان شاء الله يعني ترفع فجأة. واللي بيفهم التغيير ده هو اللي بيكمل المشوار. في الاخر اليوتيوب مش مجرد فيديوهات وخلاص، ده عالم غريب فيه قصص غريبة وتفاصيل ناس كتير ما تعرفهاش. المعلومات اللي قلناها دلوقتي بتأكد انه نجاحك على اليوتيوب مش صدفة ولا مرتبط بإمكانيات ضخمة، لكن مرتبط بالفهم والاستمرارية والتجربة. لو معلومة من 5 معلومات اللي قلناهم فاجأتك اكتبلي في التعليقات هي ايه، ولو في معلومة تانية قولها لي برضه. ولو حابب النوع ده من الفيديوهات خش اعمل لايك واعمل اشتراك واعمل مشاركة واعمل تعليق واشترك في القناة عشان الجاي اغرب ان شاء الله. سلام.